النفقه نفسها بتتحدد ازاي عند الطلاق؟ وخلي بالك بقى من حاجه مهمه. مش شرط عند الطلاق، مش شرط عند الطلاق. ازاي؟ ما هي الزوجه طول ما هي على ذمه جوزها ليها نفقه زوجيه، مأكل وملبس ومسكن. يعني ممكن تبقى عايشه معاه عادي ومش شاكاه في المحكمه عادي جدا. هي النفقه بتاعت الزوجيه دي ثانيه واحده، ممكن يبقوا متجوزين وترفع عليه قضيه نفقه؟ ممكن يبقوا متجوزين وشاكاه بالقايمه ويلاقي التنفيذ جاي واخده من الصبح عادي. ممكن تبقى متجوزاه ورفع قضيه خلع وهو نايم مش حاسس بحاجه معاها في الشقه عادي جدا. ممكن يبقى جاي من الشغل يلاقي فيه ناس محضر فيه بعمل تمكين على الشقه عادي جدا. انت شفت حاجات كده؟ لا ده موجود، مش شفت، ما ده موجود، ده واقع عايشينه. ده انا عندي حاله غريبه الشكل لو قلت لك عليها هتستغرب. تمام. الزوج مسافر والزوجه كانت هناك معاه وحصلت مشكله ونزل، وهي نزلت قصدي. المهم الناس اتدخلت نتصالح عشان الاولاد ومش عارف ايه. كان بيحول لها مصاريف مدارس الاولاد، تمام، وبيحول لها نفقه شهريه محترمه، لان هو كان الراجل دخله كويس والراجل كان بيصرف عادي زي اي حد وكان معيش اولاده في ليفل معين. وبعت لها خاتم الماظ هديه بعد ما نزلت عشان كان عيد ميلادها، بيصالحها ويصالحها واهلها ومش عارف ايه، وخدت الخاتم وتمام. الراجل ده اتفاجئ صدفه وهو بيطلع الاوراق ان مراته خلعاه من سنه ومتجوزه واحد تاني اصلا، واتاريه هو بيحول عشان هي تصرف على جوزها. يا نهار اسود. ويقول لي طب هي خدت الخاتم ليه؟ اهو ده اللي فتح السمكه ما لقاش الخاتم. طب هي خدت الخاتم ليه؟ وشكياه بالمدارس اللي هو محولها. يعني انت يوم ما هتنزل مصر انت عليك احكام مش هتنزل اصلا. انت هتقفش من المطار. وقاعده في الشقه ومتجوزه فيها اللي هو ساكن فيها بتاعته. فالراجل هو ساب الراجل كل حاجه يقول لي طب هي خدت الخاتم ليه؟ طب يعني طب احنا اتطلقنا الخاتم ليه؟ طب لو هي وصلت لمرحله انها خلاص انا بريتك ومش عايزاك او هخلعك، طلاق على الاكراه او هخلعك، هم بيتساووا ليها حقوق؟ لا خلاص إيه؟ حقوقها الشخصيه لا حقوقها الشخصيه اتنزلت عنها. انا ببريك او بفدي نفسي وببريك من العده والمتعه ومن المؤخر. طب العيال ما لهمش علاقه، طلع العيال بره الموضوع. العيال كده كده حقوقها محفوظه حتى لو هي بره الموضوع. يعني الطلاق على الابراء ما فوق القايمه مش داخله فيه، او على الخلع القايمه مش داخله فيه. هيدفع قايمه وهيطلع هيديها حاجتها برضه. ايوه قايمه مالهاش علاقه. والشقه التمكين مالهاش علاقه. يعني حتى لو خلعاه ليها شقه؟ ايوه طبعا عشان الشقه للاولاد مش ليها. طب افرض مش مخلفه؟ خلاص بقى مفيش شقه. مفيش شقه، هيستقطع مبلغ مره واحده اللي هو العده والمتعه والمؤخر، او هتتنزل عنهم وخلاص.